السلام عليكم، معاكم دكتور يسرا محمد. ازاي النهارده انا معرض لاصابه يوميا من مجرد ركوبي للمواصلات ومن مجرد سواقتي للعربيه الشخصيه بتاعتي؟ يلا بينا نبتدي الفيديو. الاصابه اللي جايه اتكلم عليها النهارده هي اصابه الويب بلاش انجري. الويب بلاش انجري عامه هي مش اصابه واحده، هي مجموعه من الاصابات، وهي بتحصل اصلا نتيجه ان الميكانيزم اوف انجري اللي حصلت بيها او الطريقه اللي حصلت بيها الاصابات المتعدده دي، لانها بتكون مجموعه من الاصابات مع بعض، بيكون نتيجه ان ساعه مثلا ما انت راكب المواصلات والعربيه اللي انت راكبها فرملت فجاه، او انت وانت راكب العربيه الخاصه بيك وفرملت فجاه، فبيحصل sudden acceleration و deceleration force. يعني ايه؟ يعني ان راسك بتطلع قدام وورا مره واحده بسرعه، وطبعا بتكون نتيجة أصلا القوة الخارجية اللي تعرض ليها الرقبة بالشكل ده. بيحصل إصابات كتير واللي هنتكلم عليها دلوقتي. الإصابات اللي بتحصل من الويب بلاش انجري بتكون إصابة على مستوى الأربطة اللي بتثبت الرقبة، وكمان بيكون إصابة في الديسك، ممكن يحصل ديسك على حسب المستوى اللي اتصاب فيه، غير إن كمان بيحصل كسر، وممكن كمان إن احنا نصيب الشرايين اللي موجودة في منطقة الرقبة، ومن أشهرهم الفيرتبرال ارتري، وكمان ممكن كمان إن احنا نصيب الدورزال روت جانجليون، وهو العصب اللي موجود في الفقرات، فبالتالي بنبدأ إن احنا أصلا نحس بأعراض زي أعراض التنميل بعد ما دخلنا في الإصابة اللي حصلت معانا. وزي ما احنا عارفين ان في ناس كتير مننا دايما بيشتكوا من منطقة الرقبة وانها على طول متنشنة او على طول فيها وجع، وده اصلا نتيجة ان احنا على طول معرضين للقوى الخارجية اللي هي بتخلينا على طول ان احنا نزق راسنا فجأة قدام ونرجع ورا فجأة، فبالتالي بنبدأ بنحس بالاعراض اللي هي بتاعت ان على طول الرقبة تعبانة ومتنشنة. فالفكرة كلها ان دلوقتي الويب بلاش انجري اصلا في منها مستويات، واللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. مستويات إصابة الويب بلاش: أول مستوى عندنا وهو الوجع اللي موجود عند معظمنا في الرقبة. تاني مستوى وهو قلة المدى الحركي مع وجود زي كلاكيع موجودة في العضلات، وده طبعا بيسبب وجع وألم. ثالث مستوى معانا هو نقدر نقول ان هو مستوى فيه خطورة، وهو ان بنبدأ يحصل ضعف في العضلات، وكمان بيبدأ ان يحصل تنميل في الجسم، وده بيكون مؤشر كبير قوي ان ممكن نكون دخلنا في ديسك. رابع حاجة وهي الكسر او الخلع اللي بيحصل نتيجة القوة الكبيرة قوي اللي بنتعرض ليها في الإصابة دي. بعد ما عرفتكم على إصابة الويب بلاش والإصابات اللي بتيجي معاها، خلينا متفقين ان انت لو حسيت بعرض من الاعراض اللي فاتت دي فلازم تتوجه لاخصائي علاج طبيعي او دكتور يبدا يحدد لك المشكله، عشان نحدد البرنامج المناسب للاصابه بتاعتك عشان نحل المشكله. الى ان برضو لازم يبقى في ثقافه ان الاصابه دي مش بس بتحصل في المواصلات العامه، لا ده كمان بتحصل في اصابات الملاعب نتيجه الحركه الغلط للرقبه اثناء اللعب. خلينا كمان متفقين ان انا اكيد مش هسيبكم النهارده وان انا هديكم بعض التمارين اللي هتبقى وقائيه لو انت في المرحله الاولانيه وهي مرحله الوجع بتاع الرقبه. ويلا بينا نشرح التمارين. مبدئيا وهي الايزومتريك نيك اكسرسايز، فكرتها بسيطه جدا، وهو ان احنا بنحط ايدينا على الرقبه وبنبدا نزق لقدام من غير ما الرقبه تتحرك، وبعدين بنبدا ان احنا نمسك الوضع ده حوالي 10 ثواني، وبنعملها حوالي 15 مرة في اليوم، مرة قدام ومرة ورا ونزق لورا من غير ما الرقبة تتحرك، ومرة بالجنب ومرة بالجنب التاني. ده تمرين بنبدأ نستخدم فيه الكورة، نبدأ ان احنا نزقها لورا وللجنب وقدام، وبكده بنقوي عضلات الرقبة. ده النيك سيركلز، ده اللي هو فكرة ان احنا نلف رقبتنا مدى حركي كامل، ده بيساعد على مرونة الرقبة، وطبعا بيقلل كمان الضغط الموجود على الرقبة، وبيزود الثبات بتاع الرقبة. ده تمرين التشين ان، وفكرته ان احنا بنعصر الرقبة لتحت وبنزق دقننا لتحت. كده انا خلصت الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى اكون افدتكم. لو عايزين نتكلم عن اي مواضيع عرفوني في التعليقات، وسلام عليكم.